المشروبات الغازية دي حكايتها حكاية، على طول عاملة مشاكل، وفي ناس بيبقى عندها إدمان، على طول عايزة تشرب كتير قوي في اليوم. الكان الواحدة بيبقى فيها حوالي 10 معالق سكر، ملهاش أي فايدة غير إن احنا بناخد سكريات بس. طبعا مع الوقت هتعلي لنا مستوى السكر في الدم، هتعمل لنا مقاومة انسولين، ممكن تعمل لنا سكر نوع تاني، ده غير انها بتزود الدهون فهتعلي الدهون الثلاثية تخلينا عرضة لأمراض القلب، ده غير طبعا تسوس الأسنان وخصوصا عند الأطفال، ده غير طبعا ان هي بتقلل او ممكن تمنع كمان امتصاص الكالسيوم فتخلينا عرضة اكتر لهشاشة العظام، ده غير طبعا لقوا ليها علاقة بمرض النقرس، انها ممكن اللي بيشرب كتير قوي منها ممكن تعمل له مرض النقرس. لو احنا عايزين ناخد منها الأحسن كفاية 1 أو 2 في الأسبوع كله، والأفضل إن احنا نستبدلها بحاجات تكون صحية أكتر، يعني النوع بتاعها الدايت، أو نشرب سباركلينج ووتر اللي هي المياه الفوارة، وفي دلوقتي أنواع بتبقى معمولة من سكر ستيفيا، فدي هتبقى أحسن كتير.